لو فتحت فيسبوك دلوقتي او نزلت لف في اي مول كمبيوتر في مصر لازم تلاقي الكيسه ديت في وشك، ولو دخلت تسأل عنها هتلاقي جمله واحده بتتكرر زي الاسطوانه المشروخه: ارخص كيسه جيمنج في مصر بتشغل بابجي وجي تي اي 5 وكل ده بشويه فكه. الجمله ديت غالبا بتبقى مكتوبه على صوره كيسه 600 جي 1، واللي ما تعرفوش هي اكبر فخ بيقع فيه اي حد بيفكر يجمع بي سي اقتصادي في 2026. تاجر بيفرش لك الارض ورد وبيقنعك انك بتشتري وحش كاسر، بس اللي مش بيقوله ليك هو الكارثه اللي هتكتشفها لما تروح البيت توصل الكيسة بالكهرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل إيه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. بص يا صديقي، انا النهارده مش جاي اخوفك من كيسات الاستيراد ولا من الكيسة ديت تحديدا، ولا جاي اقول لك اشتريها. انا جاي انقل لك الحياة الكاملة وانت اختار بنفسك. انا طالع النهارده عشان امسك الكيسة ديت افصصها حتة حتة واقول لك الحقيقة المرة اللي محدش في سوق الاستيراد عايزك تعرفها. هل الكيسة ديت فعلا كنز الغلابة ولا تسببت التجار ومقلب هتلبسه تندم على كل قرش دفعته فيها؟ ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ خلينا في البداية نبدأ بمواصفات الكيسة، واللي غالبا هتلاقيها في أي مكان بالمواصفات ديت: معالج اي 5 رابع مع رامات 8 جيجا وهارد 500، وممكن تلاقي معاه اس اس دي 128 جيجا. خلينا متفقين في البداية إنه الاستيراد في مصر مليان ألغام وكمان مليان صفقات كويسة، وال 600 جي 1 وغيرها من الموديلات اللي بتتباع بنفس المواصفات دي أشهر لغم فيهم. الكيسة دي تاريخها بيرجع لأكتر من 10 أو 12 سنة، وكانت بتنزل لشركات وبنوك برا مصر لشغل الأوفيس والإكسل، ولما طلع عين اللي خلفوها جت عندنا مصر وبقت تتسوق على إنها أجهزة جيمنج وبتشغل ألعاب. يا راجل أنا تقريبا ما دخلتش سايبر إلا وكان فيه الكيسة ديت. انتشرت بشكل مرعب، انتشرت بشكل جنوني. وبعيدا عن الكلام النظري، خلينا نمسك ورقة وقلم ونفصص المواصفات اللي التاجر بيحلف لك بيها ديت، نشوفها بتعمل ايه على أرض الواقع في 2026. نبدأ بأول مقلب، أقصد أول حاجة، وهي المعالج. أول حاجة بيقولها ليك التاجر هي كلمة كور اي 5 يا باشا. الكلمة دي لوحدها يا صديقي بتسحر المشتري اللي مش فاهم طبعا، بس اللي لازم تعرفه إن الكيسة دي بتيجي بمعالج انتل كور اي 5 من الجيل الرابع. ركز معايا في كلمة الجيل الرابع، احنا في 2026، يعني المعالج ده طلع على المعاش من سنين. المعالج ده بيجي باربع انويه واربع مسارات. طيب هل معنى كده انه زباله؟ لا، خلينا منصفين، المعماريه بتاعته قديمه فعلا بس هو لسه بيعافر. لو استخدامك تصفح يوتيوب، برامج اوفيس، او حتى بتلعب العاب خفيفه، المعالج ده هيسد معاك ومش هيقول لا. ولو حتى جبت له كارت اقتصادي كويس هيديك اداء كويس في بعض الالعاب الحديثه نسبيا. لكن يا صديقي ما تفكرش او ما تخليش حد يضحك عليك يقول لك انت جايب معالج سفاح. لا، هو معالج اقل من العادي وممشي الدنيا. المعالج ده هيعمل عنق زجاجه، لا مش عنق زجاجه، هيعمل عنق برميل مع اي كارت شاشه حديث تفكر تركبه. وهنا بقى التاجر بيلعب على نقطة الجهل عند المشتري، تلاقيه بيقنعك ان الاي 7 او الاي 5 دايما احسن من الاي 3 مهما حصل. ده هبد السنين حرفيا يا صديقي، التكنولوجيا عمرها ما مشت بالاسامي. معالج الاي 7 الرابع بشوف التجار بتعرضه بسعر فلكي، وهو في الحقيقة اضعف وابطأ بكتير من معالج زي الاي 3 جيل تاسع او حتى رايزن 3 ممكن تكون مستعمل بسعر مقارب. لكن انت تتخيل يا صديقي ان الفرق بينه وبين الرايزن 3 2200 جي هو 400 جنيه بس. المعماريات اختلفت، التكنولوجيا نطت سنين ضوئية، فما تخليش اسم المعالج يضحك عليك. النقطة التانية الرامات. بص يا مؤمن، 8 جيجا في 2026 دي حرفيا نكتة سخيفة. انت مجرد ما تفتح الويندوز وتفتح جوجل كروم بكام تاب وتشغل برنامج زي ديسكورد عشان تكلم صحابك وانت بتلعب، 8 جيجا دولت بيتبخروا. لما الرامات بتخلص الويندوز بيضطر ياخد مساحة من الهارد عشان يستخدمها كرامات وهمية، وهنا بتبدأ المعاناة. الجهاز بيبدأ يقطع اللعبة، بتجيب دروب فريم وتحس ان الجهاز بيتشل. لو انت مضطر تشتري الكيسة ديت، اول قرار لازم تاخده وانت واقف عند التاجر انك تدفع فرق وتخلي الرامات ديت 16 جيجا. وهنا بقى لازم احذرك من كابوس الاستيراد في الكيسات ديت. مجرد ما تروح البيت او تحاول تزود رامات بنسبه كبيره جدا هتلبس في شاشه سودا وتسمع زماره الكيسه المستفزه، او تلاقي الكيسه جابت لك شاشه زرقاء ورسترت فجاه وانت شغال. حل المشكله ديت بسيط جدا يا صديقي، هي مشكله مستفزه ايوه بس حلها بسيط. هتفك الرامه وتمسح السنون النحاس بتاعتها بفرشه او استيكه نظيفه، وتمسح منفذ الرامه في البورده كويس، وتقعد تبدل اماكن الرامات يمين وشمال لحد ما الجهاز ينطق ويفتح معاك. النقطة التالتة الهارد. بص غالبا الكيسة ديت مش بتيجي غير بهارد اتش دي دي 500 جيجا، وديت مصيبة كارثة حرفيا. انت لازم على الاقل خالص يكون عندك اس اس دي على الاقل 128 جيجا عشان حتى الجهاز يعرف يشم نفسه. في حالات تانية بقى بيجي شايل هارد 500 جيجا ده خالص ويجي يحط لك اس اس دي 128 جيجا فقط ويزود عليك 300 400 جنيه كمان عشان بس الجهاز يفتح بسرعة. بس الكارثة يا صديقي انك مجرد ما تنزل ويندوز 10 او 11 وتسيبه يعمل تحديثاته براحته وتنزل كام برنامج اساسي، هتلاقي اللي فاضل معاك من المساحة
المساحه كلها حوالي 40 او 50 جيجا بالكتير. هتنزل بيهم ايه؟ نص لعبه جاتا مثلا؟ المساحه ديت معمول للويندوز بس يا جماعه عشان النظام يكون سريع. مستحيل تعتمد على ال 128 جيجا ديت كتخزين، وانت طالع من عند التاجر لازم تشتري هارد 500 جيجا او 1 تيرا كتخزين جنب الاس اس دي عشان تحط عليه الداتا والالعاب بتاعتك. وهنا بقى بنيجي لاكبر واخطر كدبه في سوق الاستيراد كله. كدبه يا باشا الكيسه ديت قابله للتطوير، هات اي كارت شاشه وركبه وهتبقى وحش جيمنج. الكلام ده هبد فني وتدليس صريح يا صديقي. الشركات زي اتش بي ديل نوفو لما بيعملوا اجهزه للشركات ما بيحبوش يمشوا على المعايير العالميه بتاعتنا. الباور سبلاي مثلا اللي جوه الكيسه ديت مش بياخد الوصله ال 24 بن العاديه اللي موجوده في اي بورده في العالم، لا 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 لا، ده بياخد وصلات مخصصه ل اتش بي بس. طيب ده معناه ايه بالنسبه ليك كجيمر؟ معناه انك لو حوشت قرشين وحبيت تجيب كارت شاشه محترم بيحتاج وصله طاقه اضافيه 6 او 8 بن، انت مش هتعرف تركبه على الباور سبلاي الاصلي اللي بيجي مع الكيسه ديت، لانه غالبا بيكون ضعيف جدا اخره 300 او 320 واط وما فيهوش وصلات كروت الشاشه. ولو فكرت تغير الباور سبلاي نفسه بباور احترافي هتكتشف انه مش بيركب على البورده من الاساس. ولو فكرت مثلا تجيب وصله من ساتا ل 6 بن، وده حل ممكن فعلا بس انا ما اضمنوش ليك بصراحه، ولو جبتها بلاش تجيبها على كروت شاشه سحبها للطاقه عالي. نصيحه من اخوك، في كروت بتتحرق بسبب الوصلات دي. التاجر عشان يحل الحوار ده بيعمل اختراع كارثي، بيجيب لك تحويله من ساتا ل 8 بن عشان يشغل كارت شاشه قوي زي الار اكس 570 مثلا. حرفيا يا صديقي دي مصيبه كارثه، لان كابل الساتا ده اخره يديك 60 واط طاقه، لكن كارت الشاشه بيسحب من الوصله دي 75 واط او اكتر. النتيجه بقى بتكون ايه؟ الكارت بيسحب تيار اعلى من قدره السلك، فالباور سبلاي بيشغل نظام الحمايه بتاعه، وتلاقي الجهاز بيفصل او بيعمل ريستارت لوحده فجاه وانت في نص اللعبه وانت مفكر ان العيب من الويندوز او الحراره. ده غير ان السلك نفسه ممكن يسيح من الضغط ويعمل قفله، انت حرفيا بتبقى قاعد على قنبله موقوته. فخلي بالك، الكلام ده انا شرحه بالتفصيل في فيديوهات كيسات الاستيراد اللي عملناها قبل كده على القناه، انصحك ترجع لها. يعني حرفيا يا صديقي انت في الكيسات ديت محكوم ومحبوس جوه الكيسه. الخيار الوحيد اللي قدامك لو حبيت تطور انك تجيب كروت شاشه ضعيفه نسبيا بتاخد طاقتها من البورده مباشره من غير كابلات، زي جي تي اكس 1650 مثلا او الار اكس 6400، او كروت اقل مثلا زي جي تي اكس 750 تي اي او ال 1050. الكروت ديت هتخليك تلعب طبعا، بس انت سقفك واطي جدا ومستحيل ترقي الجهاز هاي اند بنفس الكيسه ديت. تاجر يا صديقي مش هيقول لك الكلام ده، هو عايز يبيع لك ويمشيك وبس. ومش بس الباور اللي بمقاسات خاصه، ده كمان البورده. لو فكرت في يوم من الايام تاخد البورده ديت تنقلها في كيسه جيمنج ار جي بي بقى وشكلها روش عشان تدلع نفسك، مش هتعرف. البورده ديت متفصله على مقاس الكيسه الصاج ديت، ومخارج البورده محفوره في ظهر الكيسه وما بتتفكش، يعني انت مسجون جوه الصندوق الاسود ده مدى الحياه. طيب احنا كده سلخنا الكيسه بما فيه الكفايه، هل معنى كده انها ما فيهاش امل ما تشغلش حاجه خالص؟ الكيسه اللي معانا النهارده يا صديقي ما فيهاش كارت شاشه خارجي، احنا شغالين بالكارت المدمج اللي في المعالج اللي هو الاتش دي 4600، كارت من العصر الحجري. انا جربت عليه بعض الالعاب كده عشان اقول لك الصوره من غير اي فلاتر. طبعا لو جبت كارت خارجي حتى لو كان ميت هتاخد تجربه افضل من كده بكتير. وقبل ما نجرب الالعاب في نقطتين التاجر مستحيل يقولهم ليك. الاولى ان الكيسه ديت مكتومه زي الصندوق، ما فيهاش غير مروحه طرد واحده صغيره، بمجرد ما تركب جواها كارت شاشه بيسخن شويه الكيسه بتتحول لفرن، والمعالج حرارته بتضرب فبينزل سرعته وبيعمل ثروتلينج، وده اللي بيعمل تقطيع ودروب فريم وانت بتلعب. تانية بقى وديت حركات تجار، الكيسه ديت عشان مركونه بقالها سنين فالمراوح بتاعتها بتبقى قافشه، التاجر بيقوم رش عليها اكاي او منظف من غير ما يشيل التراب عشان المروحه تلف وتتباع. الحركه ديت بقى بتطير الزيت الاصلي بتاع المروحه، شهرين ثلاثه بالكتير قوي هتلاقي المروحه بتزيت او باظت خالص. بتزيت شهرين ثلاثة بالكتير خالص وهتلاقي المروحة بتزيق أو باظت تماما. تعال نجرب الألعاب اللي غالبا أي حد بيشتري كيسة زي ديت يكون عايز يشغلها. أولا لعبة زي بابجي، أنا جربت اللعبة على إعدادات سوبر سموز، وزي ما انتم شايفين الأداء على الشاشة الفريمات بتنزل ل 16 و18 فريم وفي تقطيع ملحوظ. بصراحة بيني وبينكم أنا اتقفلت جدا من الأداء وكنت هكنسل التصوير أصلا، بس الأمانة بتحتم عليا أوضح لكم نقطتين مهمين جدا. أول حاجة برنامج التصوير اللي بسجل بيه واكل حتة كبيرة من أداء الجهاز، يعني لو قفلت التسجيل هتقدر تلعب وتتنفس بشكل احسن من كده بشويه حلوين. تاني حاجه وديت الاهم، اللي انا بستخدمه هنا محاكي 64 بت، وده اللي مخلي الاداء زباله حرفيا على المواصفات ديت. لو نزلت نسخه ال 32 بت من المحاكي الاداء هيفرق معاك جدا وهيكون افضل بكتير. ثانيا حبيبه الملايين جي تي اي 5، اللعبه بتفتح وشغاله بس الفريمات بتلعب في رينج من 15 ل 30 فريم، الكارت المدمج بيعافر عشان يشغلها. وبرضه نرجع ونقول ان من غير تسجيل الشاشه الاداء هيرفع معاك وهتكون اللعبه قابله للعب
اللعب بشكل احسن. ثالثا العشق بتاع الشعب المصري بيس، اللي لسه الان لو دخلت اي سايبر في مصر هتلاقي حد بيلعبها. طبعا عندك لغايه بيس 2017 هتشغلها بشكل كويس جدا. طيب ما تيجي نشوف معشوقة الجماهير بيس 2019 بتقول ايه. هنا بقى يا معلم الجهاز بيرفع الرايه البيضاء، الفريمات واقعه في الارض حرفيا بتوصل ل 7 فريم، وبتلعب في رينج 13 15 فريم، واللعبه تقيله جدا على الكارت المدمج. وده بياكد لك ان سقفك في الكيسه ديت العاب قديمه شويه. طول ما انت معتمد على كارت الشاشه الداخلي، يوم ما تجيب كارت شاشه خارجي لا الاداء هينط بشكل كبير جدا. خد بالك بقى يا صديقي، اياك ثم اياك تتخيل ان الكيسه ديت بحالتها ديت تشغل لك العاب تقيله زي سايبر بانك او وورزون او ريد 2. لو فكرت تفتح الالعاب ديت الكيسه ممكن تطلع دخان من الجناب. احنا بنتكلم في فئه اقتصاديه بحته، اقتصاديه ايه تحت الاقتصاديه، فئه الغلابه. لو عايز تشغل الالعاب ديت لازم تجيب كارت شاشه خارجي، على الاقل خالص جي تي اكس 960 2 جيجا. الكارت ده هيمشي لك حالك شويه. وصلنا بقى للخلاصه، تشتري 600 جي 1 ولا لا؟ وعلى فكره الكلام اللي جاي ده بينطبق على كل الموديلات اللي بتيجي بنفس المواصفات، سواء ال 800 جي 1 او الزد 230 او غيرهم. الاجابه مش او لا، الاجابه بتعتمد على انت مين وميزانيتك ايه. امتى اقول لك روح اشتريها وانت مطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيفي؟ ممكن ارشحها ليك في حاله انك طالب مثلا ميزانيتك مقفوله ومحتاج جهاز عشان تذاكر عليه، تفتح يوتيوب، تلعب العاب خفيفه جدا زي بيس مثلا او جي تي ايه. او لو انت مشتريها مثلا وعارف ومقتنع انك كمان شهرين هتجيب كارت شاشه زي ال 1650 تركبه فيها وتمشي حالك بيه. وعلى فكره كارت زي ده او اقل من ده انا بقول لك كفيل ينقل لك التجربه لنقطه تانية خالص. لكن امتى اقول لك اهرب منها فورا؟ لو التاجر بيحاول يبيعها لك بسعر مبالغ فيه. يعني لو هي برامات 8 وهارد 500 سعرها عدى 3000 ونص، لا اهرب يا صديقي. انا اشتريت الكيسه ديت بهارد اس اس دي 128 جيجا ورامات 8 بحوالي 3500 جنيه. ولازم تكون مشتري الكيسه ديت على اساس انها مش وحش جيمنج. لو انت متخيل انك تقدر تجيبها وتطورها براحتك تركب فيها احدث كروت الشاشه، او لو انت ناوي تشتغل عليها شغل رندر تقيل ومونتاج احترافي، في الحالات ديت الكيسه ديت هتكون اسوأ استثمار لفلوسك. والافضل انك تحوش وتجمع جهاز تجميع حتى لو بمعالج رايزن بكارت شاشه مدمج، وهيكون افضل بمليون مره في المستقبل. انا عملت الفيديو ده يا صديقي عشان اكون الدرع بتاعك قدام اي حد بيحاول يستغل قله خبرتك في الهاردوير. فلوسك اللي انت تعبت فيها او اهلك اللي تعبوا فيها حرام تترمي في حاجه مش هتديك اللي انت متوقعه. انا عايز كل واحد فيكم بقى دلوقتي ينزل في الكومنتات يكتب لي مواصفات جهازه ايه، واللي جرب الكيسه ديت يكتب تجربته بصراحه عشان نفيد بعض. ولو الفيديو ده عجبك وحسيت انه حماك من فخ ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان العيله تكبر ونفضل دايما بنقول الحقيقه اللي ما بتعجبش تجار كتير. كان معاكم محمود ابو خطيب، اشوفكم في فيديو جديد وبس كده وسلام.